شو معناته تقدر تطيع؟ مش تقدر تطيع تصير جندي وتقاتل وتقتل زي ما بقول لك. لا، مش يقعد يقاتل تحت لواء طاغية ويتمنى الشهادة. ايش؟ بتقاتل تحت لواء طاغية وبتتمنى الشهادة؟ ما هو اللي ذبح الأمة شو هو؟ انه استخدموا الأمة، دائما بيستخدموها لمصالح الأعداء. وهيكم اذكروا نعمة الله عليكم، انه بدأ يبين لكم تمام. وبرد اكرر الكلام اللي بدي اقوله، انه اياكم تظنوا انه هدول الناس في يوم من الايام، اقصد الطغاة على العروش في العالم العربي بالدرجة الاولى، يعني ممكن يفرق شوية صغيرة. مثلا في لبنان في شوية انتخابات، يعني لبنان في انتخابات على اقل تقدير، ملاحظين؟ الباقي متسلط على رقاب الناس، وإن كان طبعا في خلل في النظام، مش قضية، بس بقصد هذول الناس طول الوقت هم يستخدموا الجيوش ويستخدموا قوتهم. أولا بينهبوا موارد الأمة، بيبيعوا مصالح الأمة. لاحظوا، بيستخدموا الجيوش لمصالح الأعداء. انتوا ظنكم إنه أوروبا وأمريكا كان بيمكن تحقق في منطقتنا من 1979 لليوم؟ خلينا نأخذ بس القريب، واللي قبلها الساعة أبشع، من أيام محمد علي، من أيام محمد علي باشا وغيره. إنما بدي أخذ القريب. صارت حروب كثيرة، تطلع بتلاقي هالملايين اللي تقتل هاي ليش بتقتل؟ وين بتقتل قاتل؟ وين مصالح الأمة في هذا الكلام؟ وعلى فكرة اليوم الغرب ما بيستطيع، إذا لاحظتوا في التجربة، قلت من 1979 لليوم، الغرب لا يستطيع أن ينفذ خططه في منطقتنا إلا بالشعوب اللي بتقاتل تحت لواء الطغاة. الشعوب اللي تقاتل تحت لواء الطغاة هم في الحرب العالمية الأولى والثانية استخدموا الملايين اللي قتلت تحت لواء بريطانيا وغير بريطانيا. الملايين على فكرة، مش من مصر لحالها في الحرب العالمية الأولى أظن 1,200,000 أو أكثر قاتلوا تحت لواء. واليوم أثريته مع وجود الوعي ممكن تجدوا جيوش الآن تقاتل تحت لواء هؤلاء الطغاة، ويقولوا شهيد ومش شهيد، وهذا كلام كذب. ايش شهيد ومش شهيد؟ بقاتل هو لمصلحة الأمة ولا بقاتل؟ وبعدين بقاتل تحت لواء مين؟ بقاتلوا تحت ألوية اللي هم أعداء الدين، واللي كانوا متسترين في الدين الله بيفضحهم. طب كيف بيفضحهم وبقدر؟ كيف سبحانه وتعالى قدرته بهيك بكشف؟ نعم رحمة بالأمة، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. لا، مش ببعث لكم رسول وبيطلعكم على الغيب انه شو حقيقة هذا فلان وفلان، بكشف لكم اياهم. كيف بكشفهم؟ بكشفهم طبعا هو اصلا هو سبحانه وتعالى مالك الملك ويملك كل ناصية كل احد، تمام؟ وبالتالي كيف بيقتنع هذا الانسان انه يكشف نفسه فلان أكا؟ هذا معناته الامور على فكرة هي من قبل الحكام ما تغيرش شيء، حتى لو بعض الناس ظنوا ان المواقف في مواقف جديدة. هذه مش مواقف جديدة، هذا كشف القديم، هذا كشف القديم. ومشان تعرفوا شو اللي صار زمان ما تغيرش ولا اشي، لكن كانت المصالح تقتضي انه نتظاهر هيك بعدين. وبالتالي يا ما هم يعني صفعوا الأمة عدة صفعات، وحتى صرنا احنا يا هم أمة العرب والإسلام صرنا بالنسبة لباقي الأمم ايش يعني، او غير عن قضية ملطشة، يعني صار عنوان للقضية نقول كيف يعني الشعوب التي لا تملك من إرادتها شيء، الشعوب المستعبدة، الشعوب حتى صاروا يعتبروا العربي قال ديكتاتوري. شوف تصور ممارسة الديكتاتورية وجيوش تأتي تقتلك، قال العربي ديكتاتوري. صاروا بدهم يلبسوها كمان لبنية العربي. والعربي طول عمره حتى في الجاهلية لم يكن يقبل الذلة ولم يكن يقبل أن يتسلط عليه أحد. العربي